طيب انا حبيت النهارده ان انا اعمل فيديو عن التشيك، لان انا جيت التشيك ازور صاحبي اسامه. ورايا الاوتيل مش بتاع ترانسلفانيا الانيميشن، لا اوتيل اسمه اوتيل بودابست باين، والله اعلى واعلم، ما شفتش الفيلم. هو بيقول لي ان هو اسمه بودابست، فاحنا في بودابست، والاوتيل ده اوتيل بودابست اللي احنا فيها يعني. فحبيت ان انا اعمل فيديو عن الموضوع كفكره وبتاع ومش عارف ايه، وبعدين قلت ايه، لا انا لسه هطلع كشكول وبتاع، واحنا هنا في المدينه دي لمده 4 ساعات بس. حبيت بس ان انا اوريكم المناظر. يلا اوريكم التشيك عامله ازاي. الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني أوريكم شوية وأحكي لكم شوية عن التشيك. الأوتيلات والسباز والناس اللي كانوا بيجوا بقى، مش عارف، جوتا وماركل كارلس ماكس كارل، ولا ما اعرفش اسمه ايه، ماركس ايه، كارل ماركس. ماركل كارل. اهو يا جدعان، انا ورايا البتاع ده، المبنى ده اللي طلع في فيلم، ودخلنا عادي. بصوا المنظر عامل ازاي. معلش ادوخكم ورايا وبتاع، المفروض بقى اوتيل وحوارات. متخيل هنا اللي انا ايه، لو جيت ان انا ادخل في يوم عادي، كابتن انت رايح فين يا كابتن؟ بره يا كابتن، ما ينفعش تصوير هنا. ف دخلنا عادي، صورنا وخارجين اهو عادي جدا. مفيش نفر بني ادم كلمنا. مش عارف، حاسس ان انا في دروس مستفادة، بس ولا واحد منهم مفيد. طيب بصوا بقى، خلوني ان احنا نتكلم الاول على المدينه، وبعد كده نتكلم على التشيك بشكل عام. المدينه اللي احنا فيها دي اسمها كارلو فيفاري، اللي هي فيها الاوتيل اللي اتكلمت عنه. كارلو فيفاري دي منطقه ومنتجع سياحي جدا جدا. ليه؟ لان فيها عيون. عارفين الميه اللي بتيجي من البراكين اللي بتبقى سخنه فبتطلع بره دي؟ الناس بتيجي هنا وبتنبسط وبتعالج نفسها ومش عارف ايه، وتنزل في الميه اللي بتبقى سخنه جدا بسبب انها ميه بركان اساسا. فهي حته حلوه قوي. غير كده المدينه بالطبيعه بالعماير والمعمار والنهر اللي شغال فيها والابار وبتاع، خطيره 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 بجد بجد. انصح اي حد ان هو لو هيعدي عليها يجي يشوف كده، لو هيعدي على تشيك يعني يجي يشوف المدينه دي، لان هي جميله جدا. وهسيب لكم كمان في اخر الفيديو صور صورتها للمدينه دي، تحفه تحفه تحفه. شوفوها واتفرجوا للاخر، تعجبكم جدا جدا ان شاء الله، انا متاكد يعني. خلينا بقى نحكي على التشيك. التشيك فيها تعداد السكان فيها 11 مليون نسمه، قريب جدا من الاردن، وهي مساحتها برضو قريبه جدا من مساحه الاردن، 90,000 كيلومتر مربع، والتشيك 80,000 كيلومتر مربع. فمساحه مقاربه وعدد سكان وتعداد سكان قارب جدا لبعضيها. بس الفكره ايه، ان كل دول متمركزين في العاصمه اللي هي براغ. تمام، هي مدينه كلها يعني التشيك او كارلو فيفاري اللي انا فيها، التشيك حسيتها سياحيه جدا جدا، مش ان الناس الاجانب بييجوا يعيشوا فيها على عكس المانيا. المانيا تحس ان الناس بتيجي تعيش فيها، ولكن هي مش سياحيه قوي. لكن التشيك سياحيه جدا جدا، وهي الناس بتسميها قلب اوروبا، خاصه براغ بتتسمى قلب اوروبا لان بيجيها سنويا 8 مليون سايح. تخيل ان البلد دي في السنه دي بيجي لها 8 مليون سايح يجوا يمشوا وبتاع. شفت كل الناس، شفت امريكان وكوريين، كل اللي شرق اسيا وكل اللي في افريقيا وكل اللي مش عارف ايه، كل دول بيجوا يشوفوا براغ عامله ازاي بسبب المعمار وبسبب التاريخ وبسبب كل حاجه. الصراحه الدنيا خطيره هنا يعني. شكل المباني اعتقد انتوا شايفين في الفيديوهات مختلف خالص، شكله حلو جدا، وبيحبوا الالوان قوي قوي، وبتحس ان هم بيحبوا الحياه عموما. الناس هنا بتبقى مبسوطه جدا، ما تفهمش يعني. المباني تلاقيها الصفراء والخضراء والزرقاء والبامبي والبنفسجي، يعني ما رحموش نفسهم الوان خالص. حتى الشوارع بيحاولوا ان هو تبقى للمشاة وللعجل وللمواصلات العامة اكتر. فدايما عندك الخطوط اللي على الارض اللي كلمتكم عنها في فيديو العربيات، اللي هي لو انت في واحد عايز يعدي الشارع، عايز يعدي الشارع دلوقتي، لازم العربية تقف له تعديه. فده بيخلي اللي بيسوق عربية يقلل سواقة عربية وينزل يتمشى احسن او ياخد المواصلات العامة احسن. وهو ده الهدف الاوروبي او الخطة الاوروبية في 2030 و2040 والكلام من ده، ان هم يقللوا في وسط البلد في سيتي سنتر على قد ما يقدروا العربيات، فالناس كلها تبقى ماشية براحتها وتلف براحتها. واذا كنت انت محتاج تروح من حتة لحتة، تاخد يا اما مواصلات يا اما عجل، فالطريق مخصص للعجل ولا المواصلات. وبتشوفوا برضو ان الشارع بيمشي فيه يعني الارضية دي بالطوب اللي هم حاطينه في الارض ده، بيمشي فيه القطارات وبيمشي فيه العربيات وبيمشي فيه الناس في نظام مش مفهوم، ولكن هو فيه نظام. يعني الاشارات واليوفط كل واحد ليه ترتيب وكل واحد ليه الاولوية وميعاده، فكل واحد يعني بجد ما يخلطوش على بعض. حاجة جميلة جدا الصراحة، وكانت حاجة يعتبر حلوة ان الواحد يتفرج عليها، ان الترام بيمشي الاول وبعد كده العربيات وبتاع.
حاجه لذيذه. الحاجه التانية اللي انا لاحظتها هي ان العماير لازقه في بعض، كل عماره لازقه في التانية، مفيش مساحه بينهم وبين بعض. وهتشوف في الفيديوهات اكتر انه بجد يعني مفيش 10 سم حتى بين العماره والتانية، كلهم بلوكات كده، بلوك 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 بلوك، وكلهم الوان اصفر ازرق بامبي مش عارف ايه اخضر، كل ده ازرق بامبي كده. موضوع الصراحه لذيذ جدا ولطيف جدا ان الواحد يشوف. خلينا بقى نتكلم شويه عن التشيك واللي انا لاحظته في الناس هنا يعني، ولو اني حاجه مستغربها، بس الناس هنا احسسهم انهم ابرد شويه مع الاجانب من الالمان. بحس ان الالمان منفتحين اكتر مع الاجانب، وده بيرجع لان 15 مليون اجنبي عايش في المانيا، يا اما اجنبي يا اما خلفيته اجنبيه، يعني اهله كانوا اجانب حتى لو هو مولود وكبر في المانيا. التشيك على الصعيد الاخر فيها 8 مليون سايح سنويا، ولكن الناس اللي بتعيش هناك 6% بس منهم الاجانب. فالاجانب بيبقوا جايين يا اما يدرسوا يا اما يتعلموا، وعاده بيبقوا موجودين في البراغ، يعني موجودين في العاصمه، موجودين في براغ، يا اما بيتعلموا هناك وبيشتغلوا او اي حاجه من الحاجات دي، وبتبقى عاده بالانجليزي حتى مش بالتشيك. يعني اغلب الكورسات واغلب الكليات بتبقى بتتعرض برضو بالانجليزي، فالناس بتيجي هنا تدرس بالانجليزي وتشتغل بالانجليزي وتخرج بره التشيك بعد ما هي تكون جمعت شويه خبره وسنين من الخبره في الشغل في التشيك. فده اللي انا خدت بالي منه، ان هو اسهل هنا ان انت تشتغل، المرتبات اقل من المانيا، ولكن التكلفه برضو في الحياه يعني التشيك كاكل وشرب والكلام ده ارخص من المانيا شويه مش كتير، لان في ناس بتحس ان هو فرق السماء والارض. لا هي مش كده، هي تقريبا الاسعار بتبقى متقاربه جدا، ولكن التشيك ارخص شويه والمانيا بتاخد فيها مرتب اكبر. ولكن كتجربه بشكل عام كانت جميله جدا جدا، انا انبسطت هنا جدا جدا، وفعلا اللي خدت بالي منه ان هو مفيش اجانب كتار هنا يعني، بس الدنيا غير كده كانت لذيذه الحمد لله. اخر حاجه حابب اضيفها عن التشيك هي حاجه فاجئتني جدا جدا مقارنه بالمانيا حتى، الا وهي ان التشيك رقم 12 على العالم من ناحيه الامان. الناس هنا بلاقيهم لحد الساعه 1 2 3 بالليل في الشارع، ناس كتير قوي في الشارع، ستات او اسر او معاهم اطفالهم او عيالهم، كأن مفيش جرائم هنا خالص. نسب الجرائم بتاعه القتل او السرقه او اي حاجه قليله جدا جدا هنا، وبجد دي حاجه فاجئتني قوي. لو عجبكم الستايل ده من الفيديوهات عرفوني، ولو استفدتوا او انبسطتوا من الفيديو ده ما تنسوش تدعوا لي، وهسيبكم بقى بقيه الفيديو تتفرجوا على بقيه المناظر. يلا مع السلامه. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك
ربك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته
تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.